السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى كده هعمل يعني يعتبر فطاير كده. فطاير اللي هي كعب الغزال بتاع اللي المخبوزات اللي بتشتري من بره دي. طبعا المخبوزات الوقت غالية وحتى قليلة جدا جدا جدا. لما انت تشتري مثلا كيلو، بكيلو فيه 5 وحدات 6 وحدات. هعمل لكم بقى واحدة بالعجوة وواحدة بالجبنة. تمام. ده نص كيلو دقيق، ودي حبة البركة، ورشة سكر ورشة ملح، وكوباية مية سخنة، وبودر وفانيليا والخميرة. ونسمي بسم الله كده. بسم الله. نحط ايه؟ دي الخميرة اهي. بسم الله. فانيليا، ودي البيكنج باودر، نقلبهم كده مع بعض. ودي رشة السكر مع رشة الملح. ودي حبة البركة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبة البركة دي اختياري، يعني عايزة تحطي حطي، مش عايزة خلاص. وبعدين نحط كوباية الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بعد بس ما اقلب هستعمل ايديا للعجن يعني. بس انا بقلب بس المكونات كده وبعدين استعمل ايدي. طبعا بقى احط الميه ايه تدريجيا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي عايز يحط لبن يحط، بس انا ايه، بعمل حاجات اقتصاديه ومش مكلفه. طبعا احط الميه تدريجيا، لو هي عايزه او مش عايزه حط كده ايه بالراحه. طبعا كده بقى هستعمل ايدي. طبعا انا اسفه على الصوت دون لان ده صوت الغساله. طبعا لما تعجني كويس قوي.
لما انا العجينه كده تمام، وهنسيبها كده لما تخمر واشتغل معاكم. نسمي بسم الله كده ونرش شويه دقيق على الرخامه. طبعا الرخامه مغسوله وزي الفل. انا هستعمل بقى الشوربه. بسم الله. ابدا بقى العجوه دي كده. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نسمي بسم الله كده. اهي دي اللي بالعجوه اهي. حاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه. دي بقى العجينه التانية اللي انا هعملها بالجبن. جبنه موزاريلا وجبنه رومي، هتشوفوها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي هحط بقى الجبنه. نسمي بسم الله كده. اهي
وتشوفوها يا حبايبي لما تخرج من الفرن. وهو يا حبايب قلبي بعد ما خرج من الفرن حاجة كده قمر 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 قمر. شوفوا المنظر، بجد حاجة قمر. والقش اللي بالجبنة بجد مش قادرة اوصفه لكم. شوفوا اللي بالجبنة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بجد حاجة تحفة وتفتح النفس. وحاجة طبعا انتي عاملاها في البيت ونضيفة. ونص كيلو دقيق عمل لي اللي هي المعمول او كعب الغزال اللي بيتباع في الافران، بالجبنة وبالعجوة. طبعا انتوا عارفين الوقت الاسعار بقت ازاي، والاسعار بقت غالية جدا. حتى المخبوزات الواحد يروح يشتري نص كيلو مخبوزات ب30 وب40 جنيه، وبنص كيلو دقيق عملت الحلو كله والخير كله في البيت. ايه رأيكم؟ حاجة كده بصراحة تحفة، بجد تحفة. القش طعمه والقش ريحته حاجة كده بجد تحفة تحفة تحفة. وأتمنى كل اللي أنا بقدمه يعجبكم، وأرجو بقى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات دمياطية. ومع السلامة حبايبي.